مقر الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل. الفيديو ده يا جماعه لكل غاوي حمام في مصر. المكان ده في الدويقه يا جماعه، في مساكن الدويقه، الجمعيه العموميه للحمام زاجل اللي موجوده في مصر. هتخش هتشترك، هتاخد جواب للبيئه، هتاخد كارنيه عضويه تابع لوزاره الشباب والرياضه. تعالوا نخش دلوقتي جوه ونعرفوا الاجراءات اللي مطلوبه من كل غاوي حمام موجود في مصر. يلا بينا يلا بينا. المقر بتاع الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل. هنا مقر رئيس مجلس الاداره. هنا هنخش عند عم احمد طبعا، ومعانا الحاج عادل ابو صغير. عم عادل اهم حاجه. منور. عم عادل، عم عيد منور الدنيا. عم عيد رجاله الاتحاد دي اللي سانده الغيه في مصر. الله يخليك. عم احمد منور الدنيا بتاع الاتحاد. الله يخليك يا عم. الله يخليك. سياده المستشار احمد خليفه رئيس الاتحاد. رئيس الاتحاد المصري يا جماعه حمام الزاجل. يا جماعه نسال عم عادل نشوفوا ايه اللي مطلوب من اي غاوي حمام عاوز يعمل اشتراك يا حاج. الاول احنا بنسمم دور الاتحاد في الحفاظ على الهوايه وتطوير الهوايه ونشاط الهوايه في مصر. الاتحاد ده هو الحاجه دلوقتي الجهه الحكوميه الوحيده اللي رسميه مسؤوله عن هوايه الحمام في مصر. تمام. الاتحاد المصري لسباق الحمام الزاجل. والله فرصه واحنا موجودين نسكت سياده المستشار احمد، نسكت الاستاذ احمد ده طبعا انا موجود قدامك. عم عيد من الثمانينات. ربنا يديك الصحه يا عم عيد. حبيبنا واخونا الاستاذ مجدي السبع. الاشتراك في الاتحاد بسيط جدا، هم صورتين وصوره البطاقه والعنوان اللي فيه اللوفت. طيب بيفيدنا ايه الافاده اللي ممكن بيقدمها لنا الاتحاد يا عم عادل؟ الاول الاتحاد بيحافظ على الحمام، اقامه السباقات بصفه دوريه وسباقات معتمده يعني على مستوى الجمهوريه كلها، بجانب الحفاظ على الحمام وحمايه الحمام، بشرط ان المتسابق بيبقى بيلتزم بالشروط اللي بيحطها الاتحاد والبيئه. الاتحاد بيحط لك شروط لازم تتبعها وتمشي عليها. تمام يا عم عادل. انت شايف ان انت الجمعيه بيكون فيها مصلحه للغايه في مصر هنا والحمام في مصر؟ الجمعيه او الجمعيه كلها. السلطه فقط مش حاجه جمعيه. طب هي تابعه لانه جهه يا عم عادل؟ وزاره الشباب والرياضه، يعني حاجه موثقه يا عم عادل 100%. دوله زي اتحاد الكوره وزي اتحاد الطايره، ده اتحاد نوعي تبع الاتحادات الشبابيه. بيرسل الاستاذ احمد خليفه رئيس الاتحاد، وبيحافظ على الهوايه في مصر زيها زي الاتحادات العربيه، زي نشاط موجود رياضي. هو نشاط رياضي زي نشاط رياضي يا عم. مشتركين في الاتحاد الدولي اللي هو في بلجيكا. وبفضل الله على مدار 3-4 سنين مع تحت قياده الاستاذ المستشار احمد، السباقات بدات تاخد نقلات نوعيه ثانيه بكميات اكتر، باعداد حمام رهيبه، ما شاء الله، بتجميع كل الجمعيات تحت مظله واحده وسباقات واحده. المكان هنا فين يا عم عادل؟ مكان المقر هنا مساكن الدويقه. مساكن الدويقه هنا. وبعد ما تمشي في الاجراءات اللي انت سمعتها كلها، هتستلم كارنيهك، هتستلم جواب البيئه والحي، وبكده تقدر تحط غيتك بسلام وبامان. واقول لك على حاجه بقى، صباحكم عسل. سلام.